جمع الا لما وفق بالبرنامج من جد. الضيفين ركبوا. طبعا هي مش محتاجه اقول، هي كثير واضح ان هي بتخاف من اقول الموت. لك، خليني اقول لكم سالفه، معلش انا ثواني. اي سمعي هالسالفه. سلطان ابني ولله الحمد كامل وعقله كامل لله الحمد. في الشباك مال التذاكر، في شباك تذاكر ناس تحجز تذاكر. استاذ عيسى العلوي شريكي يجوا ناس يشتكوا عنده، هو المنتج بتاعنا الله يذكره بالخير ابو عبد الله. فيشتري حيه نايلون، لعبه حيه، ويرميها تحت الشباك ويجي للناس يقول لهم يا جماعه حيه، فالناس تصرخ. هذا سلطان ولله الحمد يعني. يعني طالع مثلك. لا ويجيب مسدس الحد يطلع على بدره يعني الحمد لله. وطقنا في المسرح. انزين طيب خلاص، راقت الدنيا هديتي وخلاص. بحاول بار ميوزك. انت خايفه يا لسته؟ طيب في شغله ويانا الحين ايه بالاستوديو، واللي يحس انها لها صله فيه لازم يروح يجيبها. ايه مش سامعه. اللي يحس ان هالشغله له يروح يجيبها. هو المفروض كاب بوليس. It's not me. It's not you. اوكي. انا لله وانا لا ابغى راجعون. امشي عسكريه عادي. يطلع مثلا كان لواء في كان حيدخل العسكريه بس ما الجيش خلص. الحربي لا 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 لا. الله خطاوه. صار زي اللمبي. يا هلا. رخص. ما كنت تلاقيش. تبغى وانت كنت تبغى من زمان ان انت تصير اساسا ضابط شرطه؟ لا انا كنت احب اكون ضابط بالجيش الكويتي وهذا شرف لي يعني. نعم. وهم بالشرطه ايضا شرف لي. ولكن النسبه الطيبه اللي جبتها طيبه جدا كلنا جبناها. نعم. طيبه جدا جدا بنت ما حلال قدرت ما كده. قدرت تدخل. لا طبعا على الحفه جاب كلش 50. نسبه حلوه لا تدخل. زين وما دخلت. زين دششتني بيتنا يعني، دخلتني بيتنا. وما دخلت فيها. تحس ان هذه لو كنت ضابط مثلا او ضابط جيش او شرطه كان بينفعك بالاغتيالات اللي انت كنت معرض لها مؤخرا؟ والله شوفي انا زين. والله شوفي السلك العسكري شرف لكل انسان يكون في بلده يعني، ان كان في الكويت ولا في اي بلد يعني. وكنت حاب بما ان انا جهراوي وشبابنا كلهم يحبوا الجيش والعسكريه، اكثر الشباب يحبونها، فدشينا احنا قبل اللي يخلص الثانويه يسجل في كل مجال. وانا لله الحمد سجلت بترول، جيش، شرطه، ولا مجال قبل. زين. ما جاء شيء منهم. لكن بفضل الله يعني هذه ايضا نعمه من الله انه سجلت في المعهد العالي في المسرحيه ودرسوني اساتذه افاضل. لسه راجعين لهالموضوع ولكن بعد الفاصل. فوق صوت طارق وانا العالي. ظاهر مو مخلي شيء بالكويت كله جايبينه. هي يمكن قاعده تستغلك طب تخليك انا انت تروح تجيب في الاغراض. اغنيه بحبها قوي. اه ما اعرفش دي كويتي ولا اللي هي مش عارفه ازيكم ازيكم كيف كويتي؟ لا دي تبع المعجب اللي كان لا دخل. لا لا ثاني. والله فعلا اي تبع اسمها المعجب اللي مش فاكره دخل. هي عرفتها. ازيكم. لا هي هنا تقول هذه دي السودانية. كويتي، هذه السودانيه. ما انا بسال هي كويتي ولا لا؟ لا. ممكن تغني لي مقطع بس صغير جدا عشان في معلومه ابغى اتاكد منها لو لا. سمحت. اوكي ايوه يلا الحمد لله الحمد لله. يلا الاغنيه على طول. ازيكم كيف انكم يا زمان ما شفتكم ازيكم. لا اقول لك شيء، لا المعلومه اللي عندي اكيد غلط. طبعا كان حيبتدي مطرب تخيلي. طيب اقول لك شيء، انت اول شيء ما كنت تبغى تروح ممثل اساسا، ما قدمت على انك تكون ممثل، كنت تبغى تكون مطرب، كنت تبغى تغني. قدم على المعلومه التلفزيون هذه كنت قدمت لفرقه التلفزيون. نعم. اشارك مع الشباب فنون استعراضيه وعلى فكرة كويتيه. هو من الأصوات الجميلة جدا. فما قبلوني الحمد لله. زين، اول مسرحيه بديت فيها كانت قاضي المحكمه. قاضي الفريج. قاضي الفريج. المحكمه وقاضي الفريج. لا بسام في هذه وادي كانت اول السمك. مسرحيه سويتها. هذه الانديه الصيفيه. يا في شيء مسرحية حلفائك أطفال. ظراف جدا. زين كانت اول شيء عجبني شخصيا. قاضي. اول شيء كان قاضي المحكمه بديت فيها كمسرحيه. ايوه بدايتك الانديه مسرحية الصيفيه. كانت. نعم. انزين وبعديها ايش صار؟ وبعديها عندي دشينا بسام في وادي السمك، مراكز الشباب ومسرح الشباب يعني، وغريب وعجيب، بعدين هلو بانكوك واستمرينا. بس كانت انطلاقتك الاساسيه في هالو بانكوك. ايه يعني كانت هذه أول الناس شيء. تعرفني جمهور في شخصيه اماراتيه، تحيه للشعب الاماراتي يستاهلون يعني. يعني طارق كان اسمه حميد. إينس
امتحن يعني اول في تربطني علاقه طيبه فيهم مع الخليج كلهم ربعنا. انزين. احمد سنبيجه. دور عبد الله عبد الرسول. عبد الله عبد الرسول هذا يعني اخ كل احترام، وله دور كبير في بدايتي الحقيقه في مراكز الشباب ومسرح الشباب، خذ بايدي، وبعدين بدر الطيار كمسرح كبار واستمريت. وهو اول شيء هو اللي قدم لك دورك في هلا بانكوك صح؟ لا، اللي هلا بانكوك عبد العزيز مسلم الله يذكره بالخير، بس هو مسرح الشباب المسرحيتين الاطفال هو خذ بايدي يعني. وعيسى العلوي هذا يستاهل صفقه عاد عبد الله. ابو عبد الله عيسى العلوي هذا الشخص يعني فضل الله سبحانه وتعالى، ولا انكر كل من وقف معاي، محمد خالد، عادل دوسري، عادل يحيى المحامي، احمد جوهر، استاذ طبعا الكبير عبد الحسين، كل اللي وقفوا معي. عيسى خذ بايدي وخلانا ناخذ مسرح، وبديت عمليه الانتاج، ويعني الحمد لله يعني قال انت عليك تمثل وانا ادير لك امورك كلها. بس انا قلت عيسى سوى نقله كبيره في حياتي الفنيه، ويعني هم فضل الله هم جاب السعاده حتى حق اسرتي يعني مسك معاي، ولا انسى الدكتور نبيل ونادر الحساوي، لكن عيسى غير يعني ابو عبد الله. بوجه له تحيه. راح نشوف فيديو سوا ونعلق عليه. أنا بطلت الرقص ومنى عندها 6 سنين، ومبطلة الرقص دلوقتي دخلت في 20-21 سنة. سبب تبطيل الرقص منى كانت في المدرسة، قالت لي يا ماما جايه بتعيط بيقولوا لي يا بنت الراقصة. قلت لها وده مضايقك يا حبيبة قلبي؟ قالت يا. قلت لها يعني لو أنا بطلت الرقص هتنبسطي؟ قالت لي وكانت السبب إن أنا بطل الرقص، بس هي دلوقتي فرحانة إن مامتها راقصة على فكرة. جدا. ده حقيقي. الفنانه طبعا زيزي مصطفى صورنا وياها هذا الفيديو في مصر، وحكت لنا حكايه ان انت وانت صغيره كنت مش حابه ان هي اعتزلت علشانك، ومش حابه ان هي كانت تكمل شغلها، صحيح الموضوع اكيد؟ طيب كانت بدايتك صدفه في المجال الفني، وسبب ان احنا حطينا الحين الفيديو هذا لانه كان اتصور بسبب الوالده، كنت اوقات تروح وياها الاستوديو. احكي لنا. امي كانت شايفه ان انا ينفع امثل، وانا ما كنتش اساسا عارفه 3 ثواني في فيلم العاصفه. فكانت هي شوت كان صغير. لا كملي لي وانا حرجع لك بالموضوع. انا مش عارفه اصدق كميه الضحك. قولي لي. فكنتي تروحي وياها؟ كنت بروح بقى معاها بقى اقعد امثل بقى عليها وامثل على الناس وكده، فكانت هي بتشوف ان انا اقدر ابقى ممثله نوعا ما شاطره يعني، وهي اللي كانت بتدعمني اني اخش فنون مسرحيه، ويعني هي اللي خلتني احس ان انا ينفع امثل. بتاخديها يعني اكاديميه انك تدرسي. طيب اي عاصفه اسمع في حياتي معلومات عامه يعني انه اي عاصفه بتكون 30 ثانيه، انت عاصفتك كانت 3 ثواني. ده اول شوت كنت اولموست كومبارس يعني. كنت هذا كان اول فيلم طبعا كان فيلم العاصفه. ده الساحر، ده استاذي والجليل العظيم اللي اخذني من وصدق فيا وشاف ان انا ينفع اكون ممثله، خلاني اعرف يعني ايه الفن له قدسيته، ويعني ايه له احترامه، ويعني ايه لازم تديله. وانا لو ما كنتش بجد تتلمست على ايد الراحل العظيم رضوان الكاشف، كان ممكن جدا اكون بمثل بطريقه ثانيه خالص، مش من قلبي ومش مديه تمثيل قدسيته في حياتي واولويته في حياتي. فالله يرحمه ويحسن اليه، دي الصوره دي عندي في الاوضه اصلا. نعم. وهذه هي بتعتبريها انطلاقتك، كان فيلم الساحر مش العاصفه، لانه العاصفه كان صغير جدا. بقول لحضرتك تقريبا كومبارس. يعني دايما اساسا بس انا اشرف حتى اكون مع كومبارس لازم تجيب سيرته ولازم تتكلم عليه. الساحر يعني عاصفه بالنسبه لي فيما عدا يسرى لا يذكر. نعم. فاهمه؟ أثر كثير في حياتك، وقالوا لي فعلا كمان ان كان دور الفنانه يسرى والفنانه محمود عبد العزيز لهم دور مؤثر جدا بحياتك. طبعا استاذ محمود استاذ محمود هو اللي شافني، فقال لاستاذ رضوان الله يرحمه انه في بنت مواصفاتها تليق على الدور. انت كنت بنته في الفيلم طبعا. بالظبط. وحقيقي بجد انا بحيي برضو استاذ محمود برا تاريخه العظيم وانسانياته الجليله معايا، ان هو بيعتبرني فعلا بنته، وبيديني جزء من وقته ان انا استشيره في حاجات، وجزء من احساسه تجاهي انه يكون امين معايا في حاجات. فانا محظوظه جدا بجد من ناس كتير قوي وقفوا جنبي صراحه. استاذ محمود طبعا، مدام يسرى دي بالنسبه لي او بالنسبه لجيلي
تقريبا